مرحبا حبايب قلبي، ورمضان كريم علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم أول الحلقات من برنامج استكان شاي في رمضان. تابعوا ويانا الفيديو الأخير وراح نتكلم بأكثر من محور، ومن خلال الماركتات والسلع التجارية اللي دائما ما تكون في بلدنا العزيز وهو العراق، والفرق بين الماركتات الأوروبية، وراح أتكلم على دولة ألمانيا كونا أني أعيش بهاي الدولة، والفرق بين المنتجات الغذائية اللي متواجدة في بلادي. فتابعوا عنا الفيديو الأخير وراح نتكلم إن شاء الله بمواضيع تخدم الجميع. تابعوا وياي أخي العزيز وأختي العزيزة. ورجعنا لكم حبايب قلبي. طبعا احنا كنا نعرف شهر رمضان له طابع خاص ومميز لدى المسلمين، إذ يأتي حاملا معه لمساته الخاصة على الموائد العربية. يعني أي واحد بينا من يجي شهر رمضان يحب يتسوق ويتبضع من الماركت اللي هو يحب دائما ما يتبضع من عنده، أو يشتري الأكلات اللي يحب يأكلها بشهر رمضان. لأن الصائم دائما ما يحب وجبة الطعام تكون فيها لحوم، فيها شرابت، حلويات وإلى آخره. ولكن للأسف ما نشهد، راح أتكلم على بلد العراق، ما نشهد هو يتوجه سكان بغداد إلى أسواق الشورجة لشراء ما يلزمهم خلال شهر رمضان، ولكن للأسف يشوف قفزة نوعية، يشاهد قفزة نوعية في غلاء الأسعار، وهذا الشيء يضع سقفا منخفضا لما يمكنهم شراءه من هذا العام. يعني من يريد يشتري اللحوم الغذائية، عندك مثلا الفاصوليا ومشتقاتها والى اخره، يشاهد دائما، وهذا احنا صار ويانا عند ما كنا بالعراق. يعني قبل لا يجي شهر رمضان باربع خمسة ايام تشاهد ارتفاع يعني مو طبيعي في شراء المواد الغذائية. ولا ننسى بأنه بالثلاث سنوات اللي مضت، خصوصا من سنة 2020 إلى سنة 2023، ارتفاع جدا ملحوظ في السلع التجارية وشرائها من أصحاب المحلات أو الماركتات. يعني السنتين من سنة 2020 إلى 2022 تقريبا كانت فيروس كورونا أخذ ما أخذ، وارتفاع ما شاهدناه من خلال الأسواق والماركتات. حتى في ألمانيا ارتفاع ملحوظ، شاهد ارتفاع ملحوظ حتى بالمنتجات الغذائية واللحوم. ولكن النقطة الأساسية بالماركتات التركية اللي نشاهدها وبعض الماركتات العربية بأنه دائما ما يسوون تخفيضات قبل شهر رمضان أو عروض موجودة، ولكن للأسف بعض الماركتات العربية حتى في ألمانيا نشاهد غلاء في الأسعار مو طبيعي. وهاي السنة اللي مضى سنة 2022 نهايتها إلى يومنا هذا، حرب روسيا وأوكرانيا كذلك أخذت ما أخذت مع فيروس كورونا اللي جرى على العالم، والسلع اللي نشاهدها وارتفاعها الملحوظ في عموم أوروبا حتى في العالم. ولكن أنا كمواطن عراقي مغترب في ألمانيا وناشد كل أصحاب أو كل التجار اللي موجودين بالشورجة أو أي محافظة كانت بأنه هلا بالمسلم، هلا بالمواطن العراقي. ترى من يريد يلتم هو وعائلته، يحب ياكل أكلة نظيفة ويحب يشتهيها هو وأطفاله وعائلته، ويقدر يشتري هاي السلعة حتى يقدر يوفرها لكل عائلته. ولكن للأسف كثير من العوائل في الوقت الحالي يعني طابع الفقر اللي دي يواجهه الشعب العراقي للأسف
وطابع الغلاء اللي موجود حتى في أوروبا اللي نشاهده. أنا هذا موضوع اليوم وحلقة اليوم، وهو من خلال استكان شاي في رمضان. إن شاء الله راح تكون إن حلقة جاية وموضوع ومحور جديد من خلال هاي النافذة. تحياتي وسلامي لكم، أخوكم الكابتن خالد من ألمانيا، وبرنامج استكان شاي في رمضان. تحياتي لكم، وانتظرونا في حلقة قادمة وفي موضوع جديد. تحياتي لكم.